دخلناها الفرن، قعدت بالظبط تلت ساعة. بصوا بقى الحلويات، بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي الله كده. بصوا شايفين جوسي ازاي؟ بصوا مش مستحملة. البشاميل خفيف والصوص تحفة. انا بحبها كده قوي، ما بحبش البشاميل اللي يكون تقيل فيها. بصوا عشان هي لسه طالعه من الفرن حالا، انا ما استنيتش عليها لان انا بحب اكلها قوي وهي لسه الصوص بيجري فيها كده. شايفين الحلويات؟ جوسي، والكريمه بصوا سايله فيها ازاي وجميله ازاي. صحتين وهنا على قلوبكم. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. الله. طاسه على النار، هنحط هنا معلقه سمنه حلوه كده. السمنه هنا سخنت، هننزل معانا ببصلايه متقطعه، هننزل معانا ببصلايه متقطعه مفروم. البصلايه بتاعتنا دبلت معانا. هنا فلفل متقطع، نقلب لما الريحه تطلع. معانا هنا صدور فراخ، انا متبلاها ببصل بودره وتوم بودره وملح وفلفل وبابريكا، وسلقتها وفصصتها كده. هنزلها معانا هنا. دي تنفع برضو لو حد عنده فراخ باقيه مسلوقه ومش بتتاكل، نعمل لها اعاده تدوير. نقلب كله مع بعضه لما ياخد من طعم بعضه. معانا هنا ملح وفلفل وبصل بودرة وبابريكا مدخنة. نقلب. معانا هنا علبة كريمة طهي، هنحط نصها ونشيل نصها. هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. خلاص كده. هنا كده معانا ربع كيلو من المكرونة المسلوقة، مكرونة بينا. معانا هنا زي ما انتم شايفين كده. تمام اهو. هننشل المكرونة كده وننزلها هنا على الفراخ كده. هنقلب بس كده خلاص. معانا هنا معلقتين سمنة على زبدة أو أي مادة دهنية. كل معلقة دقيق بتاخد معلقة سمنة. هنعمل الصوص بتاع المكرونة. أنا حاطة هنا معلقة ونص من الدقيق، وهحط عليهم 3 كوبايات ونص من اللبن، لأن أنا بحب البشاميل يكون خفيف، لأن هو على يعني لما بنعمله هو بيتقل، فاحنا عايزينه يكون خفيف عشان يفضل قوام المكرونة معانا خفيف. هنقلب لما الدقيق يتحمص وريحته تبتدي تطلع. هنا كده الدقيق ريحته بدأت تطلع. هنهدي النار بس على ما نحط اللبن. بسم الله.
نقلب. هنقلب لما القوام يبتدي يتقل معانا. هنا كده القوام بدأ يتقل معانا، انا عايزاه خفيف كده لان هو كل ما بيقعد بيتقل اصلا، فلازم نعمله يكون خفيف شوية. تمام كده. هنزود بقى معانا هنا معلقة من الجبنة الكريمي. اللي مش موجود عنده جبنة خلاص بيكتفي كده. خلاص كده. وبنحط بقى نص علبة الكريمة اللي كنا ضايفينها على الفراخ كده، وبنتبلها بقى بملح وفلفل. انا بحب احط التوابل في الاخر عشان الريحة بتاعتها ما تطرش وهي بتستوي. واللي حابب يرش رشة جوز الطيب، بس انا بصراحة بحب قوي ما احطش جوز الطيب لما بكون حاطة كريمة لباني عشان طعم الكريمة يبان كده. هنا خلاص البشاميل اللي عملناه ده الصوص بتاعه كده اهو، شايفينه خفيف ازاي كده، انا بحبه يكون كده. معانا بقى المكرونه، هنحط نص كميه الصوص دي كده، هنحط نص الكميه بتاعتها كده عليها على المكرونه كده. كده نروح بقى نحطها في الطاجن بتاعنا. هنا كده هننزل بالمكرونه بتاعتنا في الطاجن بتاعنا. ريحتها طالعه حلوه قوي. ننزل بالصوص بتاعنا، كل ما بيقعد بيتقل كده. معانا هنا ميكس جبن نحطها على الوش، وهندخلها الفرن على اعلى درجة. اول ما تبتدي تغلي بنطفي تحت ونسيب الشواية والعة عليها علشان البشاميل بتاعنا ما ينشفش، وتفضل المكرونة جوسي كده، ويفضل البشاميل صوصه خفيف وتبقى حلوة، مش ماسكة ومش سميكة كده بس. وهنشوفها بعد ما تطلع من الفرن.